الزوجة دي في أول الشهر أول ما جوزها قبض مرتبه واداها المصروف اتعصبت عليه جدا جدا، وقالت له أنا عاوزة أعرف حاجة، هو أنت ليه كل شهر بيتخصم من مرتبك؟ قال لها مين قالك إن بيتخصم من مرتبي؟ مفيش حاجة بتتخصم مني. قالت له ازاي؟ انت بتديني 15,000 بس، وانا عرفت من مرات صاحبك ان انت بتقبض 20,000، بتودي فين باقي الفلوس؟ قال لها بخليهم مصاريف ليا، يمكن احتاج حاجة. قالت له بتاخد 5,000 بحالها مصاريف ليك؟ لا، انا عاوز اعرف انت بتودي الفلوس دي فين. قال لها دي فلوسي وانا حر، ما تشغليش بالك انت. قالت له لا، هشغل بالي ومصر اعرف بتودي الفلوس فين. قال لها من الاخر كده انا بديهم لوالدي ووالدتي. قالت له تاني، رجعنا للقصة دي تاني، بتديهم فلوس ليه؟ قال لها يعني ايه بديهم ليه؟ وهم كانوا صرفوا عليا طول عمري ليه؟ انا دلوقتي باخد مرتب كبير، والمرتب ده بيكفينا وزيادة، فيها ايه لما اساعد والدي ووالدتي؟ وخصوصا ان المعاش بتاعهم قليل، يا دوب على قد الاكل والشرب، وهم احتياجاتهم كتير، ايه المشكلة يعني؟ فقالت له انت عارف غلطتك ايه؟ غلطتك انك بتديهم في السر وما عرفتنيش. قال لها انت عايزاني اعرفك عشان تعملي معايا مشكله؟ انت مش شايفه نفسك بتتكلمي ازاي؟ هو انت كنت هتشوفيني بديهم وهتسكتي؟ كنت هتعملي طبعا معايا مشكله زي ما انت بتعملي معايا مشكله دلوقتي. قالت له بقول لك ايه، هم معاهم معاش ومش محتاجين لفلوسك. قال لها بقول لك ايه انت، لو اتكلمتي في الموضوع ده تاني او اتدخلتي فيه، انا كنت بديهم 5,000، الشهر الجاي هديهم 7,000، كلمه زياده الشهر اللي بعده هيوصلوا ل 8,000. بنتك مش مكسوفه من نفسك؟ انت مالك؟ ده شيء ما يخصكيش، فلوسي وانا حر فيها واعمل فيها اللي انا عايزه. قالت له بس انا مش موافقه. قال لها توافقي او ما توافقيش، رايك ملوش لزوم. قالت له انت لو استمريت انك تديهم ال5,000 كل شهر الاسعار بتزيد، هنضطر ان احنا نشحت. قال لها علشان بدي والدي ووالدتي فلوس فاحنا هنشحت، لكن لما انت جيتي يوم عيد ميلاد والدتك وقلتي لي انك عاوزه تشتري لها اسوره ذهب، ما فكرتيش في الوقت ده ان الفلوس دي هتنفعنا وممكن بعدها نشحت؟ ولا انت تحبي تدي كل حاجه لوالدك ووالدتك وعاوزاني انا احرم والدي ووالدتي؟ الكلام ده ما تتكلميش فيه تاني. انا هديهم 5,000 كل شهر، ولو مرتبي زاد هزود لهم في الفلوس، قدامك من وراكي مش فارق معايا، المهم هراضيهم ومش هخليهم عاوزين حاجة. واخر مرة تتكلمي معايا في الكلام ده، الفلوس دي فلوسي وانا حر فيها واصرفها زي ما انا عاوز. وقام سابها ومشي. الفلوس بتخلص لكن رضا الاهل عمره ما يتعوض، واللي بيبر والديه دايما ربنا بيزيده من فضله. وبالوالدين احسانا. صلوا على النبي في التعليقات.